ازاي اقدر انقل الملفات اللي على جهاز الكمبيوتر الى الموبايل، او انقل ملفات الموبايل سواء فيديوهات صورة او ايا كان الى الكمبيوتر بدون ما احتاج الى كابل. يعني بالبلدي كده انقل اي حاجة من على الموبايل الى الكمبيوتر، او انقل اي حاجة من على الكمبيوتر الى الموبايل بدون كيبل. كل اللي عليك حضرتك لازم يكون جهاز الموبايل، يعني الموبايل بتاعك او الكمبيوتر بتاعك متصل على نفس الشبكة. تمام. لو الاتنين متصلين على نفس الشبكة فكل اللي عليك هتيجي تفتح المتصفح من على الكمبيوتر بتاعك، وهتبدأ تكتب سناب دروب. سناب دروب اهو، سناب دروب. اول ما تكتب سناب دروب هتختار اول خيار، بس لازم يكون موجود على نفس الشبكة اللي انت هتنقل من عليها. يعني زي ما قلت كده وبكرر كلامي تاني، اتأكد ان الجهاز الكمبيوتر والموبايل بتاعك متصلين على نفس الشبكة عشان تقدر تنقل اي ملفات سواء من الكمبيوتر الى الموبايل ومن الموبايل الى الكمبيوتر، ولكن يكون على نفس الشبكة وبدون كيبل وبدون برامج. تمام. هنيجي بقى دلوقتي نمسك الموبايل بتاعنا. تمام. بعد ما مسكت الموبايل بتاعنا هنبدأ نضغط على المتصفح، وهنبدأ برضو نكتب ايه؟ سناب دروب. سناب دروب. تمام. فاحنا اخترنا سناب دروب، يعني على جهاز الكمبيوتر هتختار سناب دروب، وعلى الموبايل بتاعك هتختار سناب دروب. هنبدأ نضغط على اول خيار سناب دروب. تمام. بالشكل ده كده يا شباب، هيبدأ يفتح معايا بالشكل كده. لو جينا على جهاز الكمبيوتر هتلاقي الموبايل لاقط اهوت، ولو جينا على الموبايل هتلاقي الكمبيوتر لاقط. تمام. طيب انا بقى عايز اخد ملف من على جهاز الكمبيوتر ابعته للموبايل. هبدا اضغط على الموبايل الكمبيوتر بالشكل كده، هيبدا يفتح معايا الخيارات دي. تمام. انا ممكن اجي عند الصوره دي، هبدا اضغط على الصوره ديت، هيبدا يبعتها. زي ما انتم شايفين اتبعتت على جهاز الموبايل. كل اللي عليها هقول سيف، فكده اتحفظ الملف معايا. طيب انا عايز تاني ابعت حاجه من على الكمبيوتر الى الموبايل بدون كيبل اهو، بدون برامج يا شباب زي ما انتم شايفين اهو. هضغط بالشكل ده كده. تمام. وهاجي تاني مثلا وليكن على مثلا، ولكن مثلا هاجي على، هنختار برضو صوره كمان كمثال. يعني ممكن نختار الصورة دي، هنبدأ نضغط الصورة هتيجي، هقول سيف، فخلاص كده اتحفظت معايا على الموبايل. طيب انا بقى عايز ابعت حاجة بقى من الموبايل الى جهاز الكمبيوتر، يعني في صورة معينة او فيديو معين او اي ملف معين عايز ابعته للكمبيوتر. كل اللي عليا هبدأ اضغط كده. تمام. هضغط كده على الشاشة بتاعت الموبايل، وهختار الوسائط. تمام. هيبدأ يفتح معايا بالشكل ده. تمام. كل اللي عليا هبدأ اجي اجيب الفيديوهات بتاعتي مثلا ديت. هبدأ اضغط تاني، هختار مثلا الفيديو ده. تمام. لو لاحظت هتلاقي الفيديو ده بيتبعت اهوت من الموبايل للكمبيوتر، كده اتبعت للكمبيوتر. تمام. هبدأ اضغط على سيف، هتلاقي الفيديو نزل معايا. لو فتحت الملفات كده هتلاقي الفيديو بتاعي اهوت انا بعته بطريقة سهلة وبسيطة. تمام. زي ما قلت لحضرتك كده، كل اللي عليك هتستخدم الكمبيوتر وهتستخدم الموبايل. لو انت حابب تنقل حاجة من على الموبايل الى الكمبيوتر، او تنقل حاجة من على الكمبيوتر، اي ملفات من على الكمبيوتر الى الموبايل بدون كيبل، بس لازم تكون شغال على نفس الشبكة. يعني يكون الموبايل بتاعك والكمبيوتر بتاعك لاقطين على نفس الشبكة، متصلين على نفس الشبكة. تمام. لو متصلين على نفس الشبكة فخلاص حضرتك كده هتقدر ترسل من الموبايل للكمبيوتر او العكس، وبدون برامج وبدون كيبل كمان. تمام. اتمنى لو عجبك الشرح لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.